قصة ياسين والحجر الأحمر النسخة الكاملة. كان يا مكان في حي الزاوية بفاس القديمة. كان ياسين الزروالي شاب في الثلاثينات يخدم عند صايغ معروف، راجل هادئ قليل الكلام، لكن عينيه دايما كتدور في الجواهر، كأنه كيفتش على شي حاجة ضيعة من زمان. في ليلة شتوية باردة وهو خلص متأخر، لقى في الدرج السفلي ديال الدكان صندوق نحاسي قديم. فتحه ولقى داخله حجر أحمر غامق، حجمه بحل حبة الجوز، لونه كدم مجمد وفيه رموز غريبة محفورة. مسك الحجر، فجأة حس بحرارة خفيفة كتسري في أصابعه، وبعده بدأ الحجر يضوي بنور أحمر خافت من الداخل، كأنه قلب يضرب بك. نام ياسين وهو ماسك الحجر. في الحلم شافتها امرأة واقفة قدامه، بشرتها بيضاء كالموت، شعرها أسود طويل يوصل للأرض، عينيها حمراء لامعة، صوتها جه من كل جهة ومن داخل راسه. هادي الحجر ملكي من 300 سنة، اللي يمسكه يبقى مربوط ليا 7 ليالي. إلا قدرت تقاوم اللي غادي نعرض عليك نرجع ليك حياتك، إلا ما قدرتش تبقى معايا إلى الأبد. من الليلة الأولى بدأت الإغراءات، فلوس، جمال، قوة، نساء. كلما قبل عرض حس بروحه كتنقص شوية. كل ليلة كانت تقرب منه أكثر، تلمسه، تهمس في أذنيه، تخليه يحس برغبة ممنوعة مخلوطة بالرعب. في الليلة السابعة جات قريبة بالزاف، وقفت قدامه، جسدها شفاف لكن واضح، ريحة المسك والدم مختلطة. مدت إيدها الباردة، لمست خده ثم نزلت على صدره فوق قلبه. دابا اختار، إما تعطيني الحجر برضاك ونخليك تعيش، أو إما نبقى نجي ليك كل ليلة حتى تفقد عقلك، وفي الآخر ناخدك كامل، جسمك، روحك، أنفاسك. ياسين حس برعشة قوية كمر في جسمه، مزيج مرعب بين الرعب والرغبة. الحجر يسخن بحرارة مؤلمة ولذيذة. الجنية ضحكت ضحكة خفيفة، عينيها حمرت أكثر، شعرها طار كالأفاعي، والأسنان الحادة بانت. مدت إيدها ببطء نحو قلبه، أصابعها بدأت تدخل شوية في صدره. ياسين حس بألم حارق داخل روحه، لكنه فيه لذة غريبة مقدرش يفهمها. صرخ صرخة مكتومة. في تلك اللحظة الحجر انفجر بنور أحمر قوي جدا أضاء الزنقة كاملة. الناس سمعوا صرخة راجل ممزوجة بأنين غريب، ثم ضحكت بنت ناعمة طويلة مثيرة، مليانة جوع ووعد مرعب. بعد ذلك سكون تام. ياسين اختفى، ما لقوا لا جثة لا أثر. لكن في الليالي اللي يكون فيها القمر أحمر، الناس يسمعوا في الأزقة القديمة صوتين يختلطان، صوت راجل بيتنفس بصعوبة كأنه في حالة لذة وألم شديد معا، وصوت بنت كتهمس بكلمات ناعمة مثيرة: تعال أقرب، ما تخافش، دابا أنت ملكي، وغادي نستمتع بيك ببطء إلى الأبد. والحجر كلما سمعوا نبض خفيف في الظلام يعرفوا باللي مازال يضرب. دابا ياسين ما عادش موجود، هو ملكها، وهي كتعيش داخله، والليلة الجاية غادي تكون ليلة جديدة. شمس المعارف الكبرى. قصة يوسف بن الطاهر. كان يا مكان في حومة باب الفتوح بفاس القديمة. كان يوسف بن الطاهر طالباً في القرويين، ذكي بالزاف، لكن فضوله كان مريض. كان بيقرأ كل ما يوقع في إيديه من كتب قديمة، خاصة الكتب اللي فيها سحر وعلوم الغيب. في ليلة من الليالي وهو يفتش في مكتبة قديمة مهجورة قرب الجامع، لقى كتاب تقيل مغلف بالجلد الأسود، مكتوب عليه بخط ذهبي: شمس المعارف الكبرى. الكتاب كان ممنوع، حتى العلماء كانوا بيخافوا منه.
يوسف مقدرش يقاوم، خباه تحت جلابته وجرى للدار. في الليل فتح الكتاب تحت ضوء شمعة. أول صفحة كانت فيها تحذير مكتوب بدم: من فتحني ما يقدرش يغلقني إلا بعد ما يدفع الثمن. يوسف ضحك وقال: شوفوا هالخرافات، وبدأ يقرأ. من الليلة الأولى الأمور بدأت تتغير. كان بيسمع همس في الدار وهو لوحده، كان بيشوف ظلال كي تمشي في الحيطان، وفي اليوم الثالث بدأ يشوف الأسماء. كلما قرأ اسم من أسماء الله أو آية من آيات السحر كان كيحس بقوة غريبة تدخل جسمه. قدر يحرك الأشياء بدون ما يلمسها، قدر يعرف شنو كيفكر فيه الناس، قدر يشوف المستقبل، ولكن فقط المستقبل المرعب. في الليلة السابعة الكتاب فتح لوحده على صفحة جديدة فيها رسم دائرة كبيرة مليانة رموز، وفي الوسط مكتوب: إذا بغيت القدرة الكاملة استعمل الدائرة في منتصف الليل ونادي باسمي الحقيقي. يوسف سوى الدائرة بالطباشير الأحمر في وسط الدار، حط الكتاب في الوسط ووقف داخلها. كان منتصف الليل، الشموع انطفأت لوحدها. بدأ يقرأ الاسم، اسم ما كان اسم عادي. فجأة الهواء برد بزاف، الدائرة بدأت تضوي بنور أحمر. من وسط الدائرة طلع ظل طويل، شخص طويل جداً راسه بيوصل للسقف، عينيه كيضووا بحال جمر، يديه طويلتين بأظافر سوداء. الكائن تكلم بصوت كيجي من تحت الأرض: ناديتني، فتحت الباب، دابة أنا هني. شنو بغيتي يا يوسف؟ يوسف والرعب كي يجري في عروقه قال: بغيت المعرفة الكاملة. الكائن ضحك ضحكة خلت الجدران ترتعش، ثم مد يده ووضعها على جبينه. فجأة عينيه يوسف احمرت، بدأ يشوف. شاف الجن كي يتمشوا في الدار دياله، شاف الموتى كي يجلسوا معاه في الطاولة، شاف أسرار الناس، خيانات، جرائم، أشياء خبيثة. شاف حتى نفسه كيفاش روحه كي تبدأ تتسوس شوية بشوية. الكائن قال له: دابة عرفت، ولكن المعرفة ما ترجعش. كل ليلة غادي تشوف أكثر، وكل ليلة غادي تفقد جزء من عقلك. يوسف حاول يخرج من الدائرة لكن ما قدر. الكائن ابتسم وقال: مرحبا بيك في شمس المعارف الكبرى، دابة أنت جزء منها. بعد 3 سنين يوسف ما ماتش، ولكن ما عادش عايش. كان بيبقى جالس في الظلام ساعات طويلة، عينيه حمرة باهتة، جلده شاحب وجاف، وأحياناً كي يخرج من حلقه صوت غليظ قديم كأنه صوت 10 رجال. في ليلة رمضانية والقمر أحمر، يوسف كان جالس في وسط الدار، الكتاب مفتوح قدامه والدائرة ما زالت محروقة في الأرض. فجأة الهواء برد، الشموع انطفأت لوحدها. الكتاب فتح لوحده على صفحة جديدة فيها رسم دائرة أكبر ومكتوب: الثمن ما اندفعش كامل، الليلة غادي آجي أكمله. يوسف دار راسه ببطء ولقاها واقفة وراه. الجنية كانت أقرب من أي وقت، جسدها شبه حقيقي، بشرتها شاحبة متشققة، شعرها الأسود كيطير كالأفاعي، عينيها حمرة دامية، وفمها مفتوح يبان فيه أسنان حادة ملطخة بدم. مدت يدها الباردة ولمست قلبه وهمست: 3 سنين يا يوسف وما زلت كي تقرأ في الكتاب؟ دابة جيت باش أكمل العهد. يوسف حاول يتكلم لكن صوته طلع مرتجف: بغيت أرجع. الجنية ضحكت ضحكة خلت الجدران ترتعش، ثم مدت يدها ووضعتها على جبينه. فجأة يوسف شاف كل شيء مرة أخرى، لكن أقوى وأوضح. شاف روحه خارج جسده كي تبتسم بنفس ابتسامة الجنية. الجنية همست بصوت يجمع بين صوت يوسف وصوتها: ما بقاش رجوع، انت دابة جزء من شمس المعارف. كل ما قريت، كل ما شفت، كل شي ربطك بيا. مدت يدها الثانية وأظافرها الطويلة دخلوا شوية في صدر يوسف. يوسف حس بألم حارق داخل روحه، لكنه فيه لذة غريبة مرعبة. صرخ صرخة طويلة مكسورة. في تلك اللحظة الكتاب انفتح والدائرة كتضوي بنور أحمر قوي.
الجنية همست آخر كلمة: مرحبا بيك في الشمس، دابة، أنت ملكي. الناس سمعوا صرخة يوسف، ثم ضحكت بنت ناعمة وطويلة، وبعد سكون تام. لما دخلوا الدار في الصباح لقوا يوسف جالس في الدائرة، عينيه مفتوحين لكن ما فيهم حياة. جسمه كان فارغ من الداخل. على الحائط مكتوب بدم: أنا دابة، عارف كل شيء، والآن دوركم أنتو. ومن داخل الكتاب طلع صوت همس خفيف كيقول: تعال أقرب، الليلة غادي نكمل القراءة مع بعض. النهاية أو البداية للقارئ الجديد.